السلام عليكم. دايما أفلام السوبر هيرو عشان تنجح وتجيب إيرادات كبيرة بتحتاج فيلن تقيل وعنده أسباب واضحة، بحيث إن الصراعات ومشاهد الفايت سين يكون ليها لازمة. وطبعا معروف إن دي سي عندها أقوى وأذكى الأشرار اللي بيحولوا أي فيلم عادي لملحمة، لدرجة إن في أشرار بيكونوا أهم من البطل نفسه. الموضوع ده فعلا مهم، وده اللي جاي نتكلم عليه النهاردة. بس طبعا قبل ما نبدأ ياريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض أفضل 5 أشرار في أفلام دي سي. طيب خلينا نبدأ برقم 5، كينج أورم من فيلم أكوامان. من أهم أسباب نجاح فيلم أكوامان هو إن رحلة آرثر عشان يكون على عرش أطلانتس ما كانتش سهلة، ده لأنه كان بيواجه ملك المحيط، فيلن متفوق عليه في كل حاجة حتى في المعارك. وزي ما شفنا في المعركة الأولى اللي حصلت ما بينهم، اللي اضطر فيها آرثر إن هو ينسحب. وبعد كده رتم الفيلم بدأ ينزل شوية بسبب قصة الحب اللي حصلت ما بين ميرا وأرثر في الرحلة بتاعتهم، واللي مش هنشوفها تاني تقريبا. أهم مشاهد الفيلم طول الوقت ده كانت مشاهد أون اللي كان شايل جزء كبير من الفيلم تقريبا لوحده. وغير كده أنا بحب تمثيل باتريك ويلسون من أيام واتشمان، وفرحت جدا إن هو رجع يشتغل في دي سي مرة تانية، وأكيد متحمس إن أشوفه في فيلم أكوامان أند ذا لاست كيندم، وأتمنى إنه يفضل بنفس الهيبة اللي كان عليها في الجزء الأول. رقم 4، بين من فيلم ذا دارك نايت رايسز. هنا كريستوفر نولان قدم شخصية بين بشكل مختلف، مش مجرد وحش عملاق حجمه بيكبر كل شوية، لأ هنا كان مجرم قوي عنده إمبراطورية كبيرة تفوق فيها على شرطة مدينة جاثام، واحتل المدينة كلها من أول مشهد ظهر فيه لحد مشهد المواجهة بتاعته قصاد باتمان اللي في الأول، في المشهد الأيقوني اللي متاخد من الكوميكس، واللي فيه بين كسر باتمان حرفيا. ده يعتبر أكتر مشهد صادم في أفلام باتمان كلها. رقم 3 معانا ستيفن وولف من فيلم جاستس ليج سنايدر كات. زاك سنايدر هنا غير كل حاجة في ستيفن وولف، مش بس في الشكل، لأ هنا هو عنده أسباب واضحة تخليك فاهمه وكمان تتعاطف معاه، أو مش للدرجة دي بس على الأقل بقى واضح سبب تجمع أعضاء الجاستس ليج. ده غير إن ستيفن وولف يعتبر نجح أصلا في الخطة بتاعته، وكان هيستعيد مكانته عند دارك سايد لولا بس تدخل فلاش في تغيير نهاية أحداث الفيلم. كنا ساعتها شوفنا بداية النهاية. ستيفن وولف كان فعلا بداية قوية جدا لملحمة للأسف مش هنشوفها مرة تانية. رقم 2، جنرال زود من فيلم مان اوف ستيل. ممكن في الأول تشوفه مجرد فضائي عايز يحتل الأرض وخلاص، ولكن لأ، هو كان عايز يحافظ على المتبقي من كوكب كريبتون بحيث إن هما يعيشوا على الأرض ولكن على حساب البشر. وطبعا الدمار اللي حصل بعد كده مكانش مبالغة، انت هنا عندك مواجهة ما بين سوبرمان والجنرال زود، يعني طبيعي تشوف ملحمة بنهاية مفاجئة شوية، ولكن وجود فيلن بقوة الجنرال زود بيهدد عالم دي سي، وخصوصا بعد كده من بعد أحداث فيلم باتمان فيرسس سوبرمان. لو كان لسه موجود أكيد كان العالم ده انتهى. راس الغول اللي علم بروس وين كل حاجة، وشوفنا في النهاية مواجهة كانت ما بين التلميذ وأستاذه. ممكن نختلف شوية، ولكن فيلم سوبرمان ريتيرنز شوفنا فيه أفضل نسخة لليكس لوثر في اللايف أكشن لحد دلوقتي. أماندا وولر الشخصية اللي عرفت تجمع فريق من الأشرار، أكيد شخصية قوية وشريرة أكتر منهم، وده اللي هي أثبتته في أكتر من مشهد في الفيلم. وأنا هنا طبعا بتكلم عن أماندا وولر نسخة ديفيد إير، واللي كانت عارفة تسيطر
على الفرقة كلها، مش نسخة أماندا وولر بتاعة جيمس جان اللي مش عارفة تسيطر حتى على بنتها. وأخيرا رقم 1 من فيلم ذا دارك نايت، الجوكر. صراع باتمان والجوكر دايما بيكون الأفضل في تاريخ الكوميك بوك، ده لأن الجوكر دايما بيكون عايز يثبت لباتمان وجهة نظره وإن هو صح، وده اللي حصل فعلا في الفيلم ده، وشوفنا فيه أفضل مشاهد حوارية. وطبعا الجوكر فيه كان بيحاول يثبت إن هو صح من خلال هارفي دينت، وبسبب كده باتمان مبقاش قدامه غير إنه يضحي بنفسه ويكون مجرم عشان مدينة جاثام ما تخسرش بطلها. في ناس كتير بتعتبر الفيلم ده من بطولة الجوكر أصلا، وده طبعا أكيد بسبب تقديم العبقري كريستوفر نولان للشخصية دي من أول مشهد الافتتاحية اللي كان جامد لحد مشاهد النهاية. وطبعا ما نقدرش ننسى الأداء التمثيلي الأكتر من رائع من الممثل الراحل هيث ليجر اللي يعتبر أفضل جوكر حصل في التاريخ، واللي كان آخر دور ليه قبل وفاته للأسف. يعني ده يعتبر أفضل فيلن في تاريخ الأفلام بشكل عام، مش بس في دي سي. Good evening, ladies and gentlemen. وبس كده، دي كانت قائمتنا النهاردة. طبعا كنت أتمنى إن أنا أتكلم عن شخصيات أكتر زي ديستروك وبرينياك ودارك سايد، ولكن للأسف ظهور الشخصيات دي اتأجل ومحدش عارف ممكن نشوفهم قدام ولا لأ. بس ياريت تشاركني تحت رأيك في الكومنت مين أكتر فيلن كنت تتمنى اللي انت تشوفه في أفلام دي سي. وطبعا كالعادة لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف فيديوهات أكتر، ياريت تنزل تحت تشرفنا في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل لو الفيديو عجبك. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.